صباح الخير. اليوم بفقرة أتواصل شفويا صفحة 16 الدرس بعنوان تصميم مطوية. شو يعني مطوية؟ المطوية هو الإعلان بيكون إما بجريدة أو بمجلة أو بالتلفزيون أو بالإذاعة. فبالمحطة السورية أو القناة السورية شو بتشوفوا إعلانات؟ برفع الإصبع. شو بتشوفوا إعلانات وليد؟ إعلانات عن الشيبس والبسكوت. إعلان عن الشيبس والبسكوت. ليس؟ عن العلكة. عيسى؟ عن اللبن. عن العصائر. إياد؟ عن البسكوت. شو أكتر شي بلفت نظركم بالإعلان؟ الأغنية ولا الألوان ولا التصميم؟ يعني التصميم بشكل عام ولا صوت الشخص اللي عم يغني أو صوت الشخص اللي عم يعمل الدعاية؟ ليان؟ صوت الشخص. هي بتحب صوت الشخص. ليس؟ التصميم. دارين؟ تصميم. طيب مين منكم حافظ أغنية لدعاية؟ علي؟ دعاية شو؟ دعاية حليب. تعرف تغنيها؟ ايه تفضل. برافو يا علي، ممتاز، حلو كتير. طيب هلا عندي بالكتاب بصفحة 17 في عندي بصفحة 17 4 صور. شوفوا لي الأربع صور. معلش معكم دقيقة، شوفوا لي الصور بصفحة 17. بدي كل مجموعة تتناقش بالصور الأربعة. بعد دقيقة رح أسألكم كذا سؤال. طيب شو شفنا بالصور؟ برفع الإصبع. برفع الإصبع. مصطفى، الصورة الأولى أطفال عم ينظفوا المدرسة. بأنو الصورة هاي؟ الصورة رقم 4. الصورة الأولى قاسم أطفال ينظفون شط البحر. شام بالصورة الثانية أمام المنزل، أمام منزلها. تسنيم بالصورة الثالثة أطفال ينظفون الحديقة العامة. تمام. موضوع المشترك بين الصور الأربعة. ما هو الموضوع المشترك بين الصور الأربعة بالأخير؟ شبلي؟ تعاون. أحسنتي. بسمة؟ النظافة. إذا الشيء المشترك بين الصور الأربعة هو النظافة، وفي عندي أطفال عم يتعاونوا، هيك؟ إذا التعاون والنظافة. طيب ما رأيكم بالألوان؟ دارين شو رأيك بالألوان؟ جميلة وزاهية ومتناسقة. أحسنتي، جميلة وزاهية ومتناسقة. ليلاس شو رأيك بالرسومات؟ هي مناسبة للعنوان، لعنوان النظافة، لموضوع مناسبة. شو رأيك حبيبتي؟ مناسبة. إذا الرسومات مناسبة لموضوع الإعلان أو طيب من هالنقاش أو من هالأسئلة اللي سألتكم إياها شو استنتجنا؟ أوس. للإعلان خطوات. أحسنتم. للإعلان خطوات لحتى أعمل أنا تصميم إعلاني أو تصميم مطوية في مراحل أو خطوات لازم أتبعها. شو أول شيء؟ شو أول مرحلة؟ ليا تحديد موضوع الإعلان. إذن أول خطوة بعملها تحديد موضوع الإعلان. طيب تاني خطوة عبد الرؤوف. بجمع الخطوات مع العنوان. لا. وليد؟ أحسنت. إذن بجمع المعلومات الواجب توفرها في المطوية أو في الإعلان. يعني مثلا إذا بدي أحكي عن موضوع النظافة لحتى أعمل إعلان عن
النظافة لازم اجمع معلومات عن النظافة. مثلا احضار اكياس قمامة، وضع النفايات في اكياس القمامة ورميها في الحاويات، تنظيف الاماكن. والخطوة الثالثة هو الإعداد الفني للمطوية، يعني الرسوم والألوان والخط. الرسوم لازم تكون مناسبة لموضوع الإعلان. يعني مثلا عندي بالصورة فوق الإعلان عن حملة نظافة، تمام، أو حملة تنظيف المدرسة. ما بروح برسم ولد عم يلعب بالباحة أو بالحديقة، لا، برسم أطفال عم يعملوا أو عم ينظفوا المدرسة، تمام. لازم الصورة تكون مناسبة لموضوع الإعلان. الألوان لازم تكون متناسقة، جميلة، زاهية، ألوان مناسبة للموضوع. والخط لازم يكون خط حلو ومرتب. الإخراج النهائي للمطوية، شو يعني الإخراج النهائي؟ يعني الضبط اللغوي، يعني لازم يكون في عندي شخص مسؤول عن الضبط اللغوي، إذا في عندي أخطاء إملائية أو قواعدية هو بيصلحها. وعندي الشكل العام ومناسبته لموضوع المطوية. الشكل العام للإعلان لازم يكون متناسب مع الموضوع أو مع العنوان. هلأ بدي كل واحد منكم بالبيت يعمل لي على شكل بوستر، يعني على شكل بطاقة إعلان لأي منتج، لأي شيء أنتم بتحبوا، حملة تنظيف أو حملة تبرع بالدم أو حملة مساعدة المحتاجين، أو مثلا إعلان العصير، بسكوت، محارم، أي شيء بتحبوه، وبكرة بتجيبوا لي. اتفقنا؟ شكرا لكم.